صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. ويا رب دايما تكونوا بألف خير وسعادة ورمضان كريم عليكم يا رب. طبعا اتمنى تكون الاضاءة كويسة، دي الاضاءة بتاعة النهار، واسفة عن اي صوت هتسمعوه عن صوتي، يعني بره صوتي هيبقى صوت خارجي. طيب حبينا نتكلم النهاردة عن كل حاجة تخص الكونكريت. يعني ايه كونكريت من الاخر بقى؟ يعني ايه نشتغل ازاي، نجيب القوالب ايه، ايه احسن بودر نستخدمه، ونعمل الموضوع كله، نبتدي شغل فيه ازاي، نفنش ازاي. كل حاجة تخص الكونكريت هنتكلم عنها ان شاء الله دلوقتي. معظم الحاجات هحط لكم ليها صور، الحاجات اللي تحتاج صور هوضحها لكم بصور، وان شاء الله الفيديو ده يكون مفيد، واتمنى تكملوا الفيديو لغاية الاخر. اول حاجة الكونكريت ده العنوان الرئيسي. يعني ايه كونكريت؟ دي حاجات كده بنشتغلها في قوالب، ده عبارة عن ديكوريشن في البيت، ديكور في البيت بنحطه. هل هو ده الشكل النهائي ليه؟ لا، دي القطعة بتكون من غير فينش. طيب القطعة بعد كده المفروض بيبقى شكلها ايه؟ هحط لكم صور للقطع اللي بتتفنش، بنعمل لها اشكال جميلة جدا وبيبقى اشكالها مختلفة وجديدة. طيب ايه كونكريت بقى؟ ده العنوان الرئيسي بتاعنا اللي هو اسمه كونكريت، ولكن بيتجرد تحت منه كذا حاجة. عندك مادة الماربل، البودر بتاع الماربل، بودر الكونكريت نفسه، بودر الجبس والاسمنت، وبودر الجبس بس. ومفيش اسمنت بس، لان الاسمنت بس بياخد وقت طويل جدا لغاية ما يجف او يتصلب. يبقى انا بكل بساطة لو انا عايزة اشتغل الكونكريت اقدر استخدم اي بودر على حسب بقى ايه، على حسب الماديات بتاعتي. طبعا اعلى سعر بيكون للماربل. الماربل ده بيكون بودر معمول مخصوص لشغل الكونكريت. عايزة اقول لكم ان هو بيكون سعره غالي، الكيلو بيكون عامل حوالي 60 جنيه. طبعا غير الاسعار بتاعه الحاجات التانية او بتاعه الحاجات التانية البودر التاني اللي بنستخدمه. بعد كده بيندرج تحتيه الكونكريت، بيكون برضو سعره غالي ولكن مش قوي، يعني سعر الكيلو بيكون عامل 30 جنيه. وبعديها عندك سعر الجبس، والجبس الشكارة اللي بتكون 30 كيلو بتبقى عاملة 60 جنيه. شايفين بقى فرق السعر الرهيب. والاسمنت طبعا ب10 جنيه، وعايزه اقول لكم الجبس تقدروا تشتروه ب10 جنيه، ب5 جنيه. فده بالنسبه للبودر اللي بنستخدمه. يبقى انت لو هتبتدي او حضرتك لو هتبتدي شغل كونكريت، بندور على اول حاجه البودر اللي هنستخدمه، بنشوف هنستخدم ايه. معظم الناس بتستخدم ايه يا ميرا؟ معظم الناس بتستخدم جبس، ومعظم الناس التانية بتستخدم جبس واسمنت زيي. انا ليه بستخدم اسمنت؟ عشان يدي صلابه للقطعه، لان القطعه لما بتكون جبس بس بتكون رقيقه جدا وسهل ان هي تتكسر ببساطه. تمام. ولكن الاسمنت بيديها نوع من انواع الصلابه. تمام. طيب ده بالنسبه للبودر. احنا بنطلع اشكال القطع دي ازاي؟ في قوالب. احنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم قوالب. تمام. قوالب دي يا اما بتكون مستورده يا اما بتكون مصري، وطبعا شرحت لكم القوالب وشرحت لكم ايه احسن حاجه تجيبوها. طيب احنا بنجيب القوالب منين؟ بنجيبها اونلاين يا جماعه، بنشتريها اونلاين في اماكن انا اعرفها. في عندنا في اسكندريه في بيج اسمها ارتزانيا، دي بتبيع كل القوالب المستورده. وصفحه تانية اسمها كولر لاند، هكتب لكم اساميهم على الشاشه، تقدروا تعملوا سيرش عليهم على الفيسبوك، هيطلع لكم البيج بتاعتهم، وتقدروا تتواصلوا معاهم واتساب. وهم كمان ليهم مكان الستور بتاعهم، تقدروا تروحوا تشتروا منهم لو انتوا مش عايزين تطلبوا اونلاين. والقوالب المصري، القوالب المصري انا كنت بعرف حد كنت هرشحه لكم، بس للاسف طلع مش كويس، فعمل مشاكل مع ناس كتير، فانا اسفه مش هقدر ارشحه. ولكن انتوا بتقدروا تكتبوا على الفيسبوك قوالب مصري، هيطلع لكم ناس كتيره جدا بتعمل قوالب مصري برضو. تمام. بس خلي بالكم عشان الموضوع ده بيبقى فيه مشاكل ونصب، فخلي بالكم يعني. والاحسن تشتروا مستورد والله، يريحوا دماغكم يعني من وجع الدماغ ده كله. ده القالب اللي بيطلع لنا الشكل، كل قالب بيكون ليه الشكل بتاعه. بقدر ان انا اصب البودر بتاعتي ايا كانت بقى، ماربل، كونكريت، جبس واسمنت، جبس بس،
بصبها في القالب بتاعي وبستناها تتصلب على حسب التصلب بتاعهم، ولكن معظمهم بيكون اكتر وقت ساعة، وبعد كده بتتصلب. بطلعها من القالب، بسيبها تجف وتنشف تماما. بتاخد قد ايه ان هي تنشف؟ ممكن تاخد يومين على حسب حجم القطع، ممكن 3، ممكن اكتر. طيب انا لو انا عايزه اخلي الموضوع ده يتسرع، موضوع الجفافان والتصلب، هنعمل ايه؟ لو عندنا سطح او بلكونه بيدخل فيها الشمس كتير، الشمس رهيبه في جفاف القطعه، نقدر نستخدم الشمس ان احنا نخلي القطعه بتاعتنا تجف بمنتهى السهوله. طب لو احنا ما عندناش شمس للاسف، هنستخدم الفرن. هنعمل ايه بقى؟ هنشغل الفرن بتاعتنا او الميكرويف، هنشغله يكون على درجة حرارة عالية، وبعد كده نقفله ونحط القطع بتاعتنا جواه ونسيبه. كل الرطوبة اللي في القطع هتطلع. طب لو عايزة أسرع وأسرع، هشغل الفرن وأحط القطعة جوه الفرن والفرن شغالة. طب ده مفيش اذى للقطعه؟ لا. طب مفيش اذى للفرن؟ لا برضو. يعني انا على حد علمي ان مفيش اي اذى في الفرن، مش بيحصل حاجه ولا بتسيب اي اذى بعد كده لو انت استخدمتي الفرن او الميكرويف. طيب القطعه انا لو هحطها في الفرن بحطها لمده 5 دقايق بس، وببقى عيني عليها، لان القطع ممكن تتحرق. هي القطع بتتحرق، القطع بتتحرق وبتعمل علامات بني كده في القطعه نفسها. اقدر اعالجها، ولكن في حاجة تانية بتحصل ما نقدرش نعالجها، ان احنا لما بنسيب القطعة جوه الفرن كتير وما بناخدش بالنا، يعني اكتر حاجة 5 دقايق زي ما اقول لكم لو على درجة حرارة عالية. طب لو انا سبتها كتير القطعة بتتكسر، بيحصل لها شرخ، مهما كان حجمها بتتشرخ، لان هي المية لما بتطلع من القطعة بيحصل للقطعة حاجتين. اول حاجة لونها بيفتح، بيبقى لونها ابيض جدا. تاني حاجة بتبقى خفيفة جدا، يعني كل ما القطعة تخف كل ما ده معناها ان الرطوبة فيها او المية فيها اقل. فطبعا الفرن بتعمل ايه؟ بتنشف الرطوبة اللي فيها خالص، فلما بتنشف زيادة عن اللزوم بتعمل شرخ وبتتكسر. في ساعتها تطلعي كده من الفرن تلاقيها مشروخة واتكسرت. طيب السؤال اللي بيجيلي على طول، هل القطعة بتاعتنا لو اتكسرت ينفع اعالجها؟ لا. خلينا واضحين، لا. في ناس هتقولك الزقي القطعة بغيرها ابيض، بلزق الايبوكسي، لزق 7000 بي 7000 بي 600. لا يا جماعة، القطعة لما بتتكسر احسن لكم تصبوا قطعة تانية، وهي مش هتاخد وقت كتير. احنا مش بنتكلم في شغل ريزن بيقعد بال24 ساعة ليه لما بيجف وبيتصلب. لا، احنا بنتكلم في شغل كونكريت، جبس واسمنت، كونكريت نفسه، ماربل، كل ده اخره ساعة. فالاحسن ان انتي تصبي قطعة تانية. طيب احنا بنعمل ايه بقى لما القطعة بتطلع من وسبناها اتصلبت؟ بنعمل ايه يا جماعة؟ بنبتدي نفنش القطعة. نفنش القطعة ازاي؟ في ناس بتبقى عايزة القطعة تفضل لونها كده ابيض، فبجيب ورنيش مائي GLC، ورنيش مائي GLC نصف لمعة. منين؟ من عند اي واحد بتاع بويا. الربع كيلو بيكون عامل حوالي 80 جنيه حاجة زي كده، والنص كيلو بيكون 110 حاجة زي كده. وبرضو اتأكدوا من الأسعار، ولكن بنجيبوه من عند أي واحد بتاع أبويا. بعمل إيه؟ بستخدم بيوتي بلندر أو سفنجة، ما بستخدمش فرشة نهائي. الفرشة بتسيب علامات في القطعة، تمام؟ فأنا بعمل إيه؟ بستخدم بيوتي بلندر، وببتدي إن أنا أدهن القطعة بالبيوتي بلندر أو بالسفنجة. طيب بعدها بينشف في خلال قد ايه؟ انت ممكن لو كذا قطعه ممكن وانتي بتعملي تلاقيه نشف اصلا، يعني هو ما بياخدش 5 دقايق 10 دقايق. طيب لو انا مش عايزه اجيب GLC، في حاجه اسمها ستارت، هحط لكم الشكل بتاعه على الشاشه. ستارت ده الربع كيلو ب50 جنيه، وفي لون بيدي لون وبيدي عزل، يعني بيدي لون ولمع وعزل، يعني بصوا 3 في 1. وعايزه اقول لكم الربع كيلو ده بيعمل لكم حوالي 100 قطعه. طيب احنا لو عايزين نزين بحاجه تانية غير الورنيش، بنزين بشجر، احجار شجر، هحط لكم صورتها، او لولي، تمام؟ الحاجات دي برضو بنجيبها اونلاين. بنلزقها بايه؟ بنلزقها يا اما بلزق الايبوكسي بي 7000 يا اما بغيره ابيض، تمام؟ ولكن الاحسن بي 7000.
في اي معلومات تانية؟ في معلومات كتيرة جدا، ولكن ده مش هيكفي، انا مش عايزة اطول عليكم الفيديو. فبإذن الله لو احتجتوا تسألوا عن اي حاجة تانية اكتبوا لي وانا هعمل لكم ليها فيديو، واتمنى الفيديوهات تكون في ميزان حسناتي وحسناتكم وتكون بتعجبكم، وان شاء الله استنوا فيديوهات تانية كتير وشغل عملي جدا. باي باي.